4 حاجات مستحيل تلاقيهم غير على القهوة. القهوة في مصر مش بس مشروب، ده مكان منفصل مستقل بذاته، مكان مريح لكن مليء بالعبثية والعشوائية. رقم 1 المشاريع اللي بتبدأ وتنتهي على القهوة. ياما مزارع ومشاريع تربية دواجن وكتاكيت بدأت من القهوة. هي صحيح بتبدأ وتنتهي في نفس الحوار بس بتبدأ من القهوة، وبنيجي تاني يوم نتكلم في مشاريع جديدة وهكذا. رقم 2 الستات. مستحيل تلاقي ست على القهوة غير الست ام كلثوم، بتغني في وسط صخب ترزيع الدومينو ورمي الزهر. ما هو الست لو دخلت قهوة بتقلب كافيه، والقهوة ام 15 بتبقى ب 60. رقم 3 المواهب الغريبة. في مواهب والقاب غريبة بتتولد على القهوة، يعني اجمد واحد بيعرف يقرص على الزهر، احرف واحد بيلعب دومينو على القهوة. الغريبة ان الناس دي بيبقى ليها شعبية في القهوة. رقم 4 الكلمات العشوائية الغير مفهومة. اي مشروب عادي ليه اسم تاني في القهوة. القهوة السادة تبقى سكت، والشاي كشري، والسكالانس هو الشاي بحليب، اما البندق فهو السحلب ومش بيطلبوا غير الاغنياء. الفايبس اللي في القهوة مستحيل تلاقيها في اي مكان تاني، اهي فايبس دي مستحيل تلاقيها في القهوة. في الاخر قول لنا، بتحب تقعد في قهوة ولا كافيه؟